السلام عليكم. أباشركم مبروكة ومرحبا بكم كيف العادة في قناتكم مطبخ فرح المتنوع. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم سفوف أو سلو. أول حاجة صحي بنين وبدون قلي. تابعوا معايا الفيديو من البداية حتى النهاية باش تعرفوا على جميع المكونات وتشوفوا طريقة التحضير. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا لايك، تشاركوه مع الاهل والاحباب باش هكا تعم الفائده. الناس اللي عاد التحقوا بالقناه كنقول لكم مرحبا بكم. ضغطوا على زر الجرس باش هكا يبقى يوصلكم كل جديد وما نطولش عليكم بزاف وندوز معكم مباشره للمكونات. كيلو ديال اللوز اللي حمرته بمعلقه ديال الزيت النباتيه، من بعد غادي تشوفوا كيفاش كنحمروا. كيلو ديال الكاوكاو اللي تحمر بنفس الطريقه. تقريبا 2 كيلو ديال الجنجلان، تقدروا تكتفيو غير بكيلو حتى الكيلو ونص حتى هو محمر. انا هنايا استعملت زريعه الكتان والا عليها. قلت لكم يعني من منطقه لمنطقه كاينين الناس اللي ما كيديروهمش. غادي نحتاج كذلك حبه حلاوه والنافع، قرفه، كوزه والمسكه حره والسكر كلاصي. وهاد المكونات كامله غادي نجمعها بزيت الزيتون. الدقيق ما حطيتوش لكم مع المكونات حيت كان مازال ما تحمرش. غادي نحتاج تقريبا 2 كيلو. وهذه هي طريقتي سهله وتقدروا بسرعه يعني تحضروا السلو ديالكم بدون قلي. كيف كتشوفوا هنايا كنحمر في الكوكوط حيتاش ثقيله وكيجي التحمار ديالها زوين. جميع المكونات حمرتهم بنفس الطريقه. بالنسبه للوز والكاوكاو كناخذ الكيلو ديال اللوز كنمسحو مزيان، كناخذ واحد المعلقه ديال الزيت النباتيه كندوزو فيها مزيان صافي، وكنبدا نقلي بشويه بشويه حتى نسالي كاع الكميه اللي عندي. الطحين هو هذا حتى هو الناس اللي بعيد عليهم الفران ديال الزنقه يقدروا يحمروه في الكوكوط يعني، وكتجي النتيجه ما شاء الله. نتوما اللي كتحكموا في اللون اللي بغيتو. ودابا غادي ندوزو باش نجمعوا المكونات كامله. اول حاجه غادي نبداو بالمكونات الجافه: الدقيق، زريعه الكتان، اللان، حبه حلاوه، النافع. راه ما كنحمرهمش بزاف، غير كيسخنوا شويه صافي وكنطحنوهم باش كيحافظوا على ديك النكهه ديالهم. القرفه يعني درت 2 معالق كبار من كل حاجه. المسكه حره اللي طحنتها مع شويه ديال السكر كلاصي، ما تكتروش منها بزاف. بالنسبه للمكونات الجافه راه كلها غربلتها من قبل، غير باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. الكوزه كنحكها في الحكاكه الرقيقه. وبالنسبه للسكر كلاصي راه نتوما اللي كتحكموا في الكميه اللي بغيتو. كاينين الناس اللي كيبغيو الحلاوه تكون شويه زايده، وكاينين الناس اللي كيبغيو يكون شويه ناقص في الحلاوه. صافي كنحاول نخلط المكونات الجافه كامله، ومن بعد غادي نبدا نضيف بالنسبه للكاوكاو طحنته كامل حتى ولا على هذا الشكل، كيولي بحال زبده الكاوكاو. الجنجلان تقريبا 250 غرام اللي طحنت، واللوز حتى هو تقريبا 250 غرام. بهذه الطريقه كتجيب سلو زوين كيجي معلك، وفي نفس الوقت يعني ما كنحتاجوش نزيدو بزاف ديال الليدام بزاف ديال الزيوت. انا هنا غادي نجمع غير بزيت الزيتون. الناس اللي كيبغيو المذاق ديال الزبده تقدروا ديروا نص الكميه زيت والنص الاخر زبده، ولكن خصها تكون نوعيه جيده تذوبوها مزيان حتى يولي اللون ديالها نوازيل. عمرات لي القصريه هنا راه حاولت نقسم الكميه على 2. غادي نضيف الجنجلان، ما كيتطحنش مزيان، غير واحد نص دوره صافي وكنحطوه كيبقى صحيح. اللوز كذلك غير كيتهرمش. وغادي نجمع السلو ديالنا بزيت الزيتون اللي دفيتها وزدت ليها واحد شويه ديال الملحه. ما تسخنوهاش بزاف، غير مجرد انها تدفى كتخدموا بها باش كتساعدكم
الوقيته اللي كتكونوا كدلكوا سلو كيعطيكم النتيجه اللي بغيتو ودغيا كيتدلك. المهم انا غادي نستمر بهذا الشكل، كنبقى نضيف الزيت بشويه بشويه حتى نحصل على النتيجه اللي بغيت. وصلوا يعني كاينين الناس اللي كيبغيوه شويه ميدم، وكاينين الناس اللي كيبغيوه شويه ناشف، يعني كل واحد وكيفاش كيبغي. المهم بالنسبه للبنات المبتدئات في هذه المرحله ضروري تدلكوا سلو مزيان مزيان حتى المواد كلها كتبدا تطلق الزيوت ديالها. قدمت لكم بهذا الشكل، كنكون وصلت معكم نهايه الفيديو، خليتكم على خير والى اللقاء.